عانى المجتمع الإقليمي لمولاي باهيم إقليم الحوز التابع لولاية مراكش جهة تنسيفت من هول الفيضانات الغزيرة يوم الثلاثاء 18 يوليو، مما ألحق أضرارا في الأرواح والمباني والتجهيزات التحتية والفوقية والتجارية والمقاهي، بالإضافة إلى أضرار مادية كبيرة في المنطقة. وبحسب الصور والفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، تسببت الأمطار الغزيرة التي سقطت في محافظة الحوز في إلحاق أضرار جسيمة بالمنازل والأرواح، كذلك انجراف التربة من الجبال والمنخفضات بورغان وناحية أجيكوك، كما جرفت مياه السيول العديد من السيارات على مستوى الطريق الذي يربط مولاي باهيم وتحناوت. وهذا ليس بجديد على المنطقة، ذلك أن الحالة تتكرر كل سنة، خاصة في فصل الصيف تحديدا في شهر غشت، كما تتكاثر السحاب الرعدية بكل تراب إقليم الحوز، وعلى الأرجح منطقة أوريكا وابعة تردوين ووادي مليل بنفوذ دائرة سيتي فاطمة ووادي غيغاية منطقة أغواضيم، حيث يوجد مقر عمالة تحناوت. هذه الحالات تتطلب من الدولة إنجاز السدود والبنية التحتية، فالمنطقة وجهة تمنكار وما يشملها من مناطق تعاني من مشاكل كثيرة اجتماعية واقتصادية، خاصة السياحة الداخلية والأجنبية التي تتركز على التزحلق والانزلاق فوق الثلوج وتسلق الجبال.